السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا راحة البال. اليوم اختاريت نشارك معكم موضوع اللي يقدر يبان بسيط، ولكن عميق بزاف في المعنى ديالو، وخصنا ديما نتذكروه ونستحضروه. وهاد الحلقة بالضبط هي إهداء للوالد ديالي، حيت هو اللي علمنا هاد العادة وديما كيذكرنا بها في كل لحظة. اليوم غنهضروا على عيش اللحظة بكل بساطة. شحال من مرة كنكونوا أجساد في مكان، ولكن العقل ديالنا في مكان آخر. يا إما كنفكروا في الماضي، نبداو نلومو راسنا على شي حوايج دازو، أولا كنبداو نفكرو في المستقبل شحال هادي مازال مجاش ونخافو من شي حوايج ونبقاو نحللو ونبالغو في التحليل، وكنساو واحد الحاجة مهمة بزاف اللي هي أن الحياة لا تعاش إلا الآن. هاد اللحظة اللي انت فيها دابا هي الحاجة الوحيدة اللي انت تملكها بين يديك، يعني لا الماضي ولا المستقبل كاين دابا، الماضي فات والمستقبل مازال ما جاش، وكتضيع عليك اللحظة اللي انت عايش فيها دابا. باش نكون صادقة معكم يعني بكل صراحة، العقل ديالنا ما كيتوقفش على التفكير. العقل بالطبيعة ديالو كيميل للتحليل والتخطيط والحماية، حيت هو مبرمج على أنه يذكرنا بالأخطاء باش ما نعاودوهاش، ويتوقع المخاطر باش نحميو راسنا. ولكن المشكلة كتبدا فاش كيولي التفكير في الماضي متكرر، وكتندم على شي حوايج وكتبقى تفكر في شي حاجة اللي دازت اللي مقدرش ترجع تتحكم فيها، وتيتحول التفكير في المستقبل قلق مستمر. آآ وبالتالي كيولي الدماغ ديالنا عامر لدرجة أننا ما كنبقاوش نستشعروا باللحظة الحالية. بالبرد كنكونوا مع الأهل ديالنا وحنا كنفكروا في الخدمة، كنكونوا في العمل وحنا كنفكروا في واحد المشكلة اللي خليناها في الدار، ولا اللي ما عرفتش مشكلة أخرى اللي بعيدة على الخدمة اللي أنت فيها. كنكونوا بعض المرات كاع في عطلة وكنبقاو نفكروا شنو اللي غيوقع من مورا هاد العطلة، حيت غندخل الدخول من دراستي، نعاود نرجع للخدمة، هكا كتمر اللحظات بلا ما نعيشوها فعلًا. وهنا ما كنقولش أن الواحد يتجاهل الماضي أو أننا ما نخططوش للمستقبل ديالنا أو أننا نكونوا أشخاص غير مسؤولين، ولكن يعني ببساطة أنك تكون حاضر بالكامل شنو كدير دابا الآن. تستشعر دوك التفاصيل الصغيرة اللي كتصنع داك الإحساس بالحياة. شي حوايج اللي بساط بساط، ولكن لحظات عابرة، ولكن هما اللي كيديروا ال يصنعوا الذكريات ديالنا نقولوا، وكيخليو من ديك اللحظة أنك تكون عايش فيها. أنك تعيش اللحظة هو قرار، يعني أنك تعطي لديك اللحظة القيمة ديالها وثق بيا، يعني حيت غادي تفوت ديك اللحظة نقولوا حنا كنتي في شي مجمع وضحكتو وشبعتو ضحك ودازت وقيتة زوينة، اللي عشتي بصح راه هو هاديك الوقيتة. يعني فاش كتفوت كتولي شي حاجة من الماضي. عطي اللحظة حقها وعطيها قيمتها واستمتع، فقط استمتع بالتفاصيل الصغيرة، بالحويجات العابرة، بديك الضحكة اللي خرجت من القلب، وبديك الهدوء اللي ممكن تكون نتايا فيه. يعني حنا كنجريو نجريو 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 كننساو نعيشو، كننساو نعيشو. وإلا طلبت منك أنك ترجع باللور وغير تفكر شي حاجة اللي شعرتي فيها بواحد الشعور زوين وواحد السلام داخلي، غادي تلقى أنها كانت لحظة اللي كنتي فيها حاضر بالكامل وعشتيها بالكامل، ما كنتيش دماغك في جهة أخرى وكتفكر في شي حوايج أخرى.
وهنا خصنا نعرفوا كيفاش نقول كيفاش نشدوها هاد اللحظة هادي. بغيت نقولها أن أي حاجة درتيها كون مركّز فيها 100%، يعني تدير واحد الحاجة عيشها. آمم، بغيت نقول أن الحياة هي ماشي البارح وماشي غدا، الحياة هي هنا دابا. انت اللي كتسمع ليا دابا، وانا اللي كنهضر دابا في هذا البودكاست. هي هاد اللحظة هادي، الحياة هنايا وفي هاد النفس اللي كتاخدو الآن. وعندما تعطي اللحظة اهتماما كتعطيك الحياة سلاما وراحة البال. وصلت الحلقة ديالنا النهاية ديالها. إلا وصلتوا معايا حتى لهنا كنشكركم، وما تنساوش تبارطاجيو مع شي حد اللي محتاج يسمع هاد الحلقة هادي. وحتى الحلقة المقبلة إن شاء الله. خليتكم على خير.